يعتبر اول لقاء مسجل ما بين الزرافه وما بين الانسان كان عند القدماء المصريين الفراعنه. المصريين القدماء كانوا اول ناس سجلوا الزراف في النقوش بتاعتهم في عصر الدوله الحديثه. في نقوش على جدران المقابر بتورينا ان الزرافه كانت من الكائنات النادره والعجيبه بالنسبه لهم، اللي كانت بتيجي كهدايا من جنوب افريقيا ومن الصحراء، واللي كانت بتيجي على شكل هدايا من جنوب افريقيا. كانوا بيشوفوها رمز للندره والغرابه، وحطوها جنب كائنات تانية زي الاسود والفيله. وفي سنه 46 قبل الميلاد يوليوس قيصر جاب اول زرافه لايطاليا كجزء من استعراض النصر بتاعه في روما، وساعتها الناس افتكروا ان هي هجين ما بين الجمل والفهد، او ان هي نص جمل ونص فهد. وفي القرن ال15 الزرافه بقت هديه نادره بيتهادى وبيتبادل بيها الملوك بينهم وبين بعضهم، زي مثلا لما السلطان المملوكي في مصر اهدى زرافه لملك فرنسا. بعض القبائل في شرق افريقيا جربت ان هي تاكل لحم الزرافه، كانوا بيصطادوها وبيعتبروا ان لحمها غني وغريب. كمان كانوا بيستخدموا ديل الزرافه في الزينه او بيستخدموه في الطقوس بتاعتهم، وكان ديل الزرافه في بعض الثقافات الافريقيه يرمز لشيء ملكي. لكن مع تطور الوعي البيئي الزرافه دلوقتي بقت من ضمن الكائنات اللي بيتم حمايتها، واي صيد ليها ممنوع دوليا.